السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد لينيم في الصراحه دغيا كيوجدوا المشاهدين، ساهلين خفاف ظراف، ممكن توجدوهم بسرعه زعما. هادو هما المقادير اللي عندنا بصله مشلضه كبيره، عندنا شويه ديال شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار صافي، وهذا زيت الزيتون. وغادي نخلطوا هذا الشيء كامل، نخلطوه ردوه فوق البوطه. كما العاده ديما المشاهدين ملي تردوا شي حاجه فوق البوطه ديما ديروا شويه ديال الماء، غير نقيطه د الماء باش كيطلق هذيك، حيت الماء كتساعد على اي حاجه تطلق لينا داك الماء ديالها. صافي غادي نديرو غير واحد شويه على ما يطلق لينا البصله ديالنا، ونخليوها حتى تحمر البصله. هي هذه دابا البصله راه طايحه، من بعد غادي تحمر مزيان، نخليوها حتى كتحسوا بها من التحت بدات كتحمر، يعني بدات تبان لكم بحال اللي بدات كتحرق من التحت. تما غادي تزيدوها واحد شويه ديال الماء، المشاهدين كيتبدل ليها اللون، كيولي ليها اللون ديالها بحال المارو. تما غادي تقدروا تستعملوها في لي ساندويتش في كلشي. شفتوا المشاهدين؟ هنا غادي تبدل ليها اللون وغادي تولي طايحه كامله، كتولي صافي بحال اللي مقليه. هاد البصله هادي ممكن تستعملوها في لي ساندويتش، يعني في كلشي راه كتجي زوينه بزاف. صافي المهم هي هذه البصله ديالنا ها هي طابت. غادي نحيدوها، ومن بعد عاوتاني غادي نديرو حاجه اخرى. هذا هي البدايه، هي البصله مشلضه، هي هذه دابا صافي شحرناها. من بعد ان شاء الله غادي نديرو حاجه اخرى، ها نتوما غتشوفوا معنا. من بعد درت الماء غليته المشاهدين باش ندير فيه هذيك الشعريه، هي هذه الصينيه. يعني هذه خصني نخليها، غليت الماء وغادي نديرها في الماء ونحركها، نخليها ابار حتى نكمل الخدمه ديالي الاخرى، يعني كتوجدوا شي حاجه قدام حاجه. دابا المشاهدين هذيك البصله ديالنا راه طابت، غادي نحطوها نحيدوها، هي هذه صافي. غادي نحطوها في البلاصه اللي غادي نخلطوا فيها التخليطه ديال اللينيم. انا درت هاد سميتها، غادي نحط فيها كلشي. من بعد دابا راه غادي نرد الفلفله طيب والدجاج ديالنا، على ما نصوب عاوتاني حوايج اخرى. يعني حنا كنخدموا، حنا كنصوبوا يعني التعميره كنحطوها. هذه الفلفله ديالنا الحمراء والخضراء. الا عندكم الالوان اخرى ديروها ماشي مشكل. غندير الملحه، وغادي ندير شويه ديال البزار، وغادي ندير زيت الزيتون. انا راه كنطيب غير زيت الزيتون المشاهدين. يعني نتوما ممكن طيبوا داكشي اللي متوفر، يعني الانسان داكشي اللي عنده ماشي مشكل. صافي دابا غادي نشحر هاد الفلفله ديالي، وغادي نشحرها مزيان حتى هي نفس الشيء. غادي نشحرها واحد شويه ونزيدها شويه ديال الماء، ديما الماء. هذاك شويه د الماء بحال تقريبا غير واحد ربع، ماشي حتى ربع، قل من ربع ديال الكاس كنزيدوه باش كيطلق لينا داكشي ديالنا، يعني اي حاجه كتطلق. صافي هذه الشعريه ديالنا، يعني صافي قطعناها ولا حتى فوق هذيك البصله، راه هي هذه قطعتها رقيقه. صافي درتها دابا تما، غادي حتى هي باش تبرد. دابا غنرجعوا الفلفله ديالنا نشوفوها فين وصلت. صافي دابا غادي نحركوها مزيان حتى تشحر كما قلت لكم. صافي نزيدوا واحد شويه د الماء ونديروا الدجاج ديالنا. راه ساهل هادشي المشاهدين، دغيا كيوجد وماشي ما تيتعطلش بزاف. صافي هي هذه دابا هاد الدجاج ديالنا درناه، وغادي نزيدو عليه حتى هو التوابل ونخلطوه ونطيبوه، حيت دابا المذاق ديال الفلفله كيخلي يعني مع الدجاج كيخليه زوين، كيجي زوين بزاف. مع الفلفله الحمراء والخضراء. هاد الحمراء ما شاء الله المشاهدين راه فيها واحد المذاق زوين ماشي بحال الخضراء. صافي دابا غادي نزيدو حتى هو، غنزيدو ليه شويه ديال الملحه، شويه ديال غنزيدو شويه الخرقوم، هذا الخرقوم طبيعي يعني. وغادي نزيدو شويه د البزار والملحه وزيت الزيتون، وغادي نزيدو حتى شويه ديال التحميره باش يولي لينا اللون، كيعطينا غير اللون، غير شي شويه ماشي بزاف، حيت دابا لينيم ديالي خاصنا يكونوا مزيانين، ما يكونوش بيضين ولا شي حاجه. صافي هي هذه التخليطه اللي درنا. دابا غادي نحركو، هي هذه شفتوا المشاهدين البزار كما قلت لكم. نزيد شويه ديال زيت الزيتون ونخلطو ونخليوها يعني تغلى طيب. صافي ونرجعو عاوتاني نصوبو حاجه اخرى. صافي دابا هي هذه دابا غادي نردوها يعني طيب. كما قلت لكم ديما زيدوا واحد شويه ديال الماء، حيت شويه الماء كيخلي اي حاجه تطلق. دابا الدجاج اولا البصله ولا باش كطيح وميمتو كتطلق هذاك الماء ديالها باش تطيب فيه، حيت ملي كنديروا غير
حاجه ناشفه بحال هكا كتحرق لينا ما كتطلقش. دابا صافي حنا غادي نقطعوا المعدنوس حتى هو، غادي نديروه على معدنوس خضر هذا، غادي نلوحو على داكشي اللي درنا في الاول، البصله وهذيك الشعريه الصينيه. ودابا غادي نديرو هاد المعدنوس، ومن بعد ان شاء الله غادي نزيدو مازال هذاك الدجاج ديالنا مع الفلفله، نشوفوا واش طاب. صافي ها هو بدا كيطيب حتى هو، راه غادي نشحروه مزيان، ما نخليوش فيه الماء، نشحروه حتى ما يبقاش فيه الماء، باش ما المهم ما يبقاش فيه ديك الماء ديال اللي بقى اللي طيبنا فيه، يبقى غير الماء ديالو هو اولا ديال الفلفله، حيت ضروري الفلفله كتبقى فيها الماء. صافي دابا حنا غادي نحركوه، ومن بعد غادي نخويو ونزيدو على هذاك الخليط اللي عندنا، هو هذا. صافي حنا ان شاء الله غادي نزيدو على الخليط اللي عندنا، راه طاب هو هذا. شوفوا المشاهدين، راه ساهله بزاف دغيا كتوجد، وكتجي رائعه بزاف المشاهدين، ومذاق زوين. بصراحه غير جربوها، راه غادي تعجبكم بزاف، وحتى الوليدات كيبغيو ياكلوا هذا الشيء، وشي حاجه صحيه. يعني الواحد ما داكشي اللي غادي يبقى يشريه، اللهم يشري هذا الشيء ويديروه في الدار. صافي دابا حنا غادي نخلطوا هذا الشيء كامل. وفي الصراحه انا ما كياكلوش ليا الوليدات الحار، غادي نقسم هذا الخليط على جوج. النص غادي نخليه لهم ما فيش الحار، والنص الاخر غادي ندير فيه انا الحار. انا ديجا راه عندي الهريسه، راه كنت صوبتها، راه كاينه يعني كاينه في القناه، اللي بغى يدخل يشوف الهريسه كيفاش كتصوب ممكن يدخل عندي القناه ويلقاها. صافي دابا حنا خلطنا، صافي دابا شتو كيجي رائع المشاهدين وزوين بزاف. غادي نزيدوه شويه تحميره، حيت خصنا حنا اللون ديال لينيم. هاد الخلطه خصها تكون شويه يعني حمراء، ما تكونش بيضه. نديرو شويه ديال زيت العود، حتى هي كتعطي مذاق زوين. وغادي نزيدو حتى الحامض، ضروري الحامض شويه، يعني تا هو تقريبا درت انا حامضه، هي هذه راه عصرتها هنا، هي هذه شوها حامضه، حيت الحامض كيعطي واحد المذاق زوين. ولا عندكم حامض المسير ممكن تقطعوه رقيق وتزيدوه عليها، لان حتى هو كيعطي واحد المذاق زوين بزاف. انا بصراحه الحامض المسير مازال ما صوبتوش، غادي نصوبوا المشاهدين وغادي نوريكم كيفاش كنصوبوا. راه كيبقى عندي بزاف، راه حيت دابا ما بقاش عندي بصراحه، انا ما عمري درتو شحال هادي، حيت تحولت من مدينه لمدينه، باقي ما لقيتش هذاك يعني هذاك الحامض اللي بغيت. صافي حنا خلط دابا، راه لقينا يعني صوبنا هادي، قسمناها. دابا غادي نديرو الحار ديالنا، هو هاد الهريسه المشاهدين اللي قلت لكم. انا دابا كناخذ غير بشويه بشويه، ما كنحلش القرعه كل وقيته. دابا راه ملي كتسالي ليا ديك القرعه كنعمر عاوتاني قرعه اخرى، وكتبقى عندي زوينه، ما كتعطي لا ريحه لا حتى شي حاجه، راه تتبقى موده بزاف. صافي دابا غادي نخلطوا هاد الخليط اللي قلت لكم، راه قسمته، النص حيدته النص خليته هنايا، حيت الحار راه هذا حار بزاف، ما كيقدروش عليه الوليدات، ما كيبغيوش. حنا دابا كنبغيو الحار الصراحه، في هاد لينيم كيجيب الحار واعرين واعرين بزاف المشاهدين. صافي دابا غادي نخلطوا هاد الشيء كامل ديالنا ان شاء الله، ايوا نبداو نعمروا ان شاء الله. نهزوا الورقه، غير بقاو معنا المشاهدين، غادي تشوفوا كل شيء، وسهله كما قلت لكم، سهله بزاف. ووصفات الصراحه رائعه بزاف المشاهدين، كنحتاجوهم دابا، ولا اللي صايم شي واحد، اولا في رمضان. صراحه هادو ديما كيحتاجهم الانسان. صافي ها هو الخليط ديالنا دابا موجود، والاخر راه خليته في الجنب، لانه حتى هو راه بحال هكا، غير هو هذا زيت الحر، والاخر ما فيهش يعني ما فيه والو. صافي دابا ما فيش الحر يا ربي. دابا غادي ناخذوا هذه هي الورقه ديالنا. بصراحه الورقه عندي مشكل هنا، الورقه في فاس ما كيديروهاش بالبخار، في كازا كيديروها بالبخار كتبقى لك مده. انا كنضطر نجيبها من تما من كازا، كتبقى لي تقريبا حتى 6 شهور ما كتخسر ما والو. هنا ما عندهمش الورقه انا ما عمري لقيتها في الصراحه، عييت من نقلب، ما عندهمش بالبخار، عندهم غير بالزيت، كيبقاو يحيدوا الورقه وكيديروها بالزيت. هذيك الزيت ملي كنديروا الورقه في الثلاجه يعني في الكونجيلاتور وكتجبدوها كتقطع، ما كتبقاش تصبر. اما بالبخار كتصبر، كتبقى مزيانه مزيانه. ايوا بصراحه انا بغيت نتعلم ليها كاع ونشري هذاك، عندهم هما هذاك الشيء كيتباع، هذاك الشيء ديال التبصيل. شي نهار وقيلا نمشي نشوفو في فاس لتحت في الرصيف، الا كان عندهم ممكن ناخذها، حيت انا كنحتاج هذا الشيء بزاف، كنخدم به غير في الدار، يعني كيبغيو ليا الوليدات وداك الشيء. صافي دابا غادي قطعنا هذيك الورقه ديالنا، كما قلت لكم قطعنا ليها الجناب وداك الشيء. صافي وخليناها بحال هكا، قطعنا لها جوج. دابا درنا الزبده ذوبناها مع شويه الزيت، باش نبقاو ندهنوا، يعني ندهنوا الورقه، او ليله بغيناها حتى الاخر. انا حتى الاخر في الصراحه
عاد ندهنها مزيان باش ما تقطعش ليا، حيت هذه كانت عندي، هذه الورقه كانت عندي في الثلاجه ودغيا كتقطع. هذاك الشيء علاش دابا راه غادي نخدمها ونحاول ليها غير بشويه صافي. وغنبقى ندير شويه ديال الزبده غير تما ونبقى نلوي. هانتوما تشوفوا المشاهدين صافي. وغادي نبقى نلوي هكايا لينيم ديالنا. انا بصراحه هاد لينيم كيعجبوني بزاف. صافي الا بغيتو ديروا الدقيق باش تشدوا هذيك لتحت، يعني ممكن تشدوا هذاك. انا ما كنديرش الدقيق، ما كيعجبنيش، وكتلصق هي غير بالزبده من التحت. شوفوا المشاهدين دابا غنحطها هي هذه، شفتوها صافي. وغادي نقاد هذاك الشيء كامل. غنعاود معكم شي وحده اخرى دابا. صافي المشاهدين دابا غادي نعمر هاد الورقه ديالي كامله. شتو كتبقى تقطع المشاهدين، ملي كتبقى يعني ملي كتبقى معطله كتقطع. الاخرى لا ديال البخار ما كتقطعش، واخا تبقى حتى 6 شهور. رائعه بزاف بزاف. دابا راه غادي نعمر هادو، وريتكم الطريقه كيفاش غنعمروا كلشي. من بعد غادي تشوفوا ان شاء الله النتيجه كيفاش عمرتهم. صافي هما هادو، وهما هادو المشاهدين. هو هذا عمرت داكشي اللي عندي، هذه تقريبا نص كيلو. صافي دابا غادي ندهنهم بالزبده وشويه الزيت هذيك اللي ذوبنا قبيله، وندخلهم ان شاء الله الفران. ومن بعد غادي تشوفوا النتيجه كتجي رائعه، وكيجيو محمرين زوينين. وديرهم على درجه الحراره تقريبا 150 باش ما يتحرقوش لكم من الفوق. في الفران ديال يعني ديال الضو 150 درجه من الفوق والتحت. وردوا ليهم البال المشاهدين، لان ضروري اي حاجه درناها في الفران خصنا نردوا ليها البال. 150 كيطيبوا غير بشي شويه، ماشي دغيا بالزربه يعني كيطيبوا صافي. وهذا هو يعني كنرافقوهم باي حاجه، يعني بشي سلطه او لا، اللي بغى يرافقهم باي حاجه يرافقهم. هما هادو دابا حنا غادي ندهنوهم بهاد الزبده هذه كما قلت لكم. صافي ان شاء الله غندير لهم الزبده، باش حيت الزبده كتخليهم مقرمشين، وما كتخلي حتى الورقه تطيب بواحد اللون يعني دوغي. ما كيكونش حمر بزاف محروق ولا شي حاجه. كيشدوا راسهم وكيطيبوا من الداخل ومن برا المشاهدين. حيت دابا هاد هما هادو اللين ديالنا، يعني هاد الزبده كتردهم بحال هاد الشكل اللي قلت لكم. اللون ديالهم كيكون مزيان صافي، وكيطيبوا وكيجيو رائعين المشاهدين. شتو كي دايرين، يعني راه ما شاء الله ما نعاودش لكم المذاق كي داير. ومع كنرافقهم بهذيك هما اصلا حارين، يعني هادو حارين. والاخرين اللي سميتو ما حطيتهمش حيت هادوك غادي تصدروا ليا مع هادو. هادو هما اللي ديالنا الحارين زوينين. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله المشاهدين. ما تنساوش ليا الجيم والاشتراك، ومرحبا بكم كاملين. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. مع السلامه المشاهدين، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. مع السلامه. ما تنساوش ليا الاشتراك المشاهدين. مع السلامه.